جايه لكم النهارده بقى بسفره كده جميله جدا وتشرف، حاجه حلوه قوي قوي كمان وتنفعك في العزومات. اكله كده خفيفه وجميله. هنعمل رز بسمتي وبخلطه جميله جدا جدا، وهنعمل كمان جلاش باللحمه المفرومه بطريقه مميزه جدا، وهنعمل اللحمه المشويه بطعم وريحه الفحم من غير دخان ولا شوايه ولا فحم ولا دخنه ولا الكلام ده كله. الاكله دي جميله جدا، تقدري تعمليها على سفرتك في رمضان، وكمان تقدري تعمليها اول ايام العيد. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هتاكلي حتة لحمة بجد زي الزبدة، طرية جدا وطالعة في منتهى الجمال بتتبيلة حلوة قوي قوي قوي. وكمان هنعمل الجلاش برضو بطريقة حلوة جدا، عملته قبل كده معاكم كذا مرة على القناة. تعالوا بقى نقول بسم الله، وما تنسيش تحط لايك للفيديو ونبدأ الفيديو بتاعنا. عندي هنا لحمة كنت متبلاها قبلها بليلة، متبلاها بمية بصل وصويا صوص ودبس رمان وملح وفلفل وطماطمايه مبشورة. شوحتها كده على البوتاجاز بمعلقة سمنة لما خدت لون كده من الوجهين، وبعد كده جبت صينية خرطت فيها بصلاية جوانح، وبدأت ان انا ارص اللحمة بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. رصيت اللحمة كده كلها ونزلت عليها ببقية الصوص اللي كان في الطاسة. قفلتها كده بورق زبدة ورق فويل، وهدخلها على فرن سخن على الرف الوسطاني، هشغل فوق وتحت. وملحوظة كمان، اللحمة اللي انا عملتها دي لحمة صغيرة مش كبيرة. هنا بقى هنعمل العصاج. جبت كده نص كيلو من اللحمة المفروم، طبعا تقدري تحطي كيلو لحمة ربع بس من اللحمة المفرومة عفوا. وهحط عليه بقى بصل زي ما تحبي. انا حاطه هنا بصلتين كبار مفرومين ناعم، هشوحهم كده مع بعض. بحب احطهم مع بعض كده ياخدوا من بعض، البصل ياخد من اللحمه واللحمه تاخد من البصل. اول ما يغيروا لون كده والبصل يدبل معايا واللحمه المفرومه تاخد لون، هبتدي احط التوابل بتاعتي، وهي عباره عن ملح وفلفل اسمر ومعلقه من بهارات اللحمه وقرفه وجنزبيل، نص معلقه قرفه ونص معلقه جنزبيل. القرفه والجنزبيل بيدوها طعم حلو جدا. انا بستخدم القرفه والجنزبيل في اي عصاج بعمله. بعد كده اما اشم ريحه التوابل كده، بروح حاطه بقى الفلفل، حاطه فلفل قرن فلفل حامي وقرنين كده من الفلفل الرومي، واقلبهم تقلبتين، وبعد كده بطفي عليها. هنا بقى هحضر صينيه دهنتها كده بالسمنه، ومعايا كمان هنا في البوله دي نص كوبايه من السمنه وربع كوبايه من الزيت، سيحتهم كده على النار علشان اقدر ان انا ادهن بيهم كده الجلاش بالفرشه وما تطلعش معايا سمنه كتير، فلازم يبقوا سايحين كده مع بعض بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هاخد بقى نص ورقه الجلاش لفتين كده، باخد ورقتين ورقتين ادهن سمنه، واحط ورقتين تانيين وادهن سمنه. باخد نص الورقه، وبعد كده بضيف العصاج بتاعي، وهنا ضفت عليه كمان قطعه كده من الجبنه الموتزاريلا، بتديها طعم حلو وبتديها تيست عالي جدا. طبعا دي اختياري، ولكن لو متوفره عندك حطيها، بتدي طعم حلو قوي. بعد كده ببتدي اضيف نص ورقة الجلاش التانية، وما بين برضو كل ورقتين ورقتين بدهن سمنة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بعد كده ببتدي ان انا اقطعها قبل ما ادهن وشها وقبل ما اعمل اي حاجة، بقطعها علشان تتقطع معايا بكل سهولة. قطعتها كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هحضر معايا التسقية بتاعتها، وهي عبارة عن كوباية لبن، عليها بيضاية، عليها نص معلقة من الفلفل الاسمر، نص معلقة من البيكنج باودر، رشة ملح صغيرة. طبعا تقدري تحطي بيضتين، ولكن لفة الجلاش انا بضيف لها كوباية لبن وبيضاية واحدة ونص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة من البيكنج باودر، رشة ملح. بضيف عليهم بقى بقية السمنة على زيت اللي انا كنت بدهن بيها. لو الخلطة اللي بتدهني بيها خلصت معاكي، هتقدري تضيفي ربع كوباية سمنة وربع كوباية زيت، وتضربيهم كويس قوي مع بعض لحد ما الخليط يختلط كده مع بعضه والبيض يختفي تماما. وهبتدي ان انا اسقي بيها صينية الجلاش بتاعتي كده، وهسيبها بقى دقيقتين كده تتشرب مش اكتر. بعد ما تتشرب بقى تقدري تحطيها في الفرن، ولكن انا هضيف لها كده رشه من الفلفل الالوان كده مقطعاه صغير جدا، بيديها شكل حلو وبيديها كمان طعم حلو جدا. هاخدها بقى ادخلها الفرن. وهنا كانت اللحمه طلعت معايا واستوت. جبت بقى ورقه من الفويل كده، هعملها زي طبق كده، وهحط عليها قطعه من الفحم مولعة، وهرش عليها كده شوية من الزيت، وهبدأ أقفل عليها على طول. أول ما أحط عليها الزيت أبدأ أقفل علشان الدخان يتغلغل كده في اللحمة ويديها طعم وريحة الشوي.
هنا بقى معايا حلة على النار فيها شوربة، فيها ورق واحدة من ليمون اللومي، فيها عود قرفة خشب، حطيت توابل البهارات اللي هي بودرة زعفران. ممكن تروحي عند العطار تقولي عايزة بهارات الرز البسمتي هيديها لك جاهزة. بعد كده عندي الرز البسمتي غسلته، ما بنقعوش خالص يا بنات، بغسله بس واحطه كده في قلب الشوربة لما تغلي، وبسيبه يعني هيغلي غلوتين كده، ولما يبتدي يتشرب هروح اضيف له اضافة كمان وهوطي عليه وهتشوفوا ده معايا. هنا كانت صينية الجلاش برضو طلعت جهزت معايا، هي واخدة لون جميل. ببتدي بقى ان انا اسلكها تاني، احنا طبعا قطعناها ولكن بنعد عليها تاني كده، بنسلكها بس من بعضها. عايزه اقول لكم طالعه معايا في منتهى الجمال، واظن ان انتوا شايفين شكلها بيتكلم عن نفسها. هوريكم خرطه منها كده زي ما انتوا شايفين، وكميه اللحمه فيها حلوه اهي وجميله. تعالوا بقى نروح نشوف الرز، شايفين لونها جميل ازاي. هنا الرز كده كمان كان معايا خلاص ابتدى يتشرب، هضيف له كده معلقه من الزبيب وهقلبه كويس كده مع بعضه، وبعد كده هغطيه وهدي عليه النار خالص وهسيبه يستوي مع نفسه. خد له 10 دقايق كده كان اتشرب واستوى، وبدأت ان انا اغرف الاكل كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم اللحمه طريه ودايبه زي الزبده وريحتها في منتهى الجمال، والرز اهو زي ما انتم شايفين مفلفل ومفيش حبايه ماسكه في اختها ولا اي حاجه، ومفلفل وجميل زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اغرف الاكل كده واوريكم السفره. اكله سهله ولذيذه وبسيطه وفي منتهى الجمال وتغيير عن الطبخ بقى والكلام ده. تنفع تعمليها في العزومات، حاجه كده تشرفك وفي منتهى الجمال. كمان بيعملوها طباخين افراح مصر، يعني حاجه كده في منتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم. الاكله دي حلوه جدا جدا، وخصوصا لو عملتوها في العزومات او عملتوها اول ايام العيد بتبقى جميله جدا. حبيت ان انا اقدم لكم كده سفره مختلفه عن الطبيخ والاكلات بقى التقليديه العاديه بتاعتنا دي، فنحب نغير كده، التغيير برضو مطلوب في الاكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تقولي رايكم في الكومنتات، وكمان حطيت عصير المانجا اهو مع الاكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش من صالح دعائكم، وتنسيش لو الفيديو عجبك تحطي لايك للفيديو. لو اول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انزله، وتبقي من ضمن عيلتنا الجميلة. طبعا بشكر كل متابعيني الجمال، وبشكر كل الناس اللي دخلت معايا جديد. طبعا وجودكم معايا بيشرفني وعلى راسي من فوق، واتمنى ان يكون عند حسن ظنكم واقدم كل ما هو تستفيدوا منه. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، واسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، واشوفكم في فيديو جديد على خير، واقول لكم مع السلامة، استودعكم الله.